وفاة طبيبة مشجعة في ملعب جذع النخلة رغم التدافع اللي صار البارحة. مرحبا متابعين الجديد بالقناة، خلي لايك واشتراك وفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. قصة زينب ليث مثنى الطبيبة اللي فارقت الحياة بسبب تدافع اللي حصل أمام ملعب جذع النخلة في البصرة. يقول أحد أقاربها: زينب بنية مؤدبة مواليد 1998 من البصرة، حياتها خلصتها بس دراسة. توها تخرجت من كلية الطب، كانت تتمنى تروح للملعب البصرة. أخذوها أخوانها ومن صار ازدحام رادت ترجع، لكن عثرت وانداست بسبب التدافع وسوء التنظيم. زينب كانت إنسانة اجتماعية ومحبوبة وحبابة وقلبها أبيض نظيف. توها تخرجت وكانت تخطط لمستقبلها وناوية تفتح عيادتها الخاصة. سبب وفاتها معروف، هو سبب الناس اللي راحت اشترت تذاكر مزورة، والعتب على الناس اللي باعت تذاكر مزورة، والتدافع اللي صار بطريقة غير حضارية. حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص باع تذكرة ما كانت صحيحة ومزورها، والله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.